والبولندي اقرب للكره. الحارس تشيزني يمسك بالكره. بولندي المعار من جديد تعود المحاوله لفريق فيورنتينا. تمرير الكره عند الونسو. الونسو يكسب كره فريق روما مره اخرى. هذه انطلاقه عن طريق صلاح. صلاح مع الكره. صلاح يرجع الكره للوراء عند بيانيتش. بيانيتش ممتاز التمريره. صلاح الانطلاق. الواحد صفر. هدف يدرس يا روما. صلاح المرمى والشعلاني سجل الوردو والجول يجي. كرة تغير دفاعات لفيولا. روما يتمكن من اختراق دفاع الفريق البنفسجي بتمرير عن طريق البيانيستا. انطلق السهر المصري. صلاح المرمى لاستبان الشعراوي والشعراوي تابع كرة ويضعها في المرمى. الهدف لمصلحة فريق روما يتقدم 1-0. روما ياخذ راس بقية والشعراوي صاحب الثنائية في اللقاء الماضي امام امبولي يسجل هذه المرة في شباك لفيولا. هو حديث يعني وتصريح للتسويق لا اكثر ولا اقل. يدرك سباليتي مدى صعوبة المهمة امام ريال سيزو، لكن روما يفكر بالشان المحلي بالمركز الثالث. هدف يعطيهم دفعة كبيرة من اجل ثاني. كرة عند صلاح يبقى الكرة الوان تو. صلاح تسديدة في المرمى. في المرمى صلاح هنا بس يخالف لفيولا للمرة الثانية هذا الموسم في الذهاب في ملعب بورتيمو فرانكي. سجل في مرماهم والان فول اولمبيكو، لكن صلاح يعبر عن الفرحة بالهدف اللي يسجل في مرمى فريقه السابق. النتيجة الآن تتغير 2-0. محمد صلاح في كرة اتغالت الروماني. قدروا شعبه كرة لمست لاعب لفيولا واستقرت في الشبكة. الكرة تحب صلاح. الكرة تعشق السهم المصري. صلاح يوقع على الكرة الثانية 2-0. الأمور تزداد صعوبة على فريق فيورنتينا والروما يتقدم 2-0. روبرتو بروتسو الهداف السابق للدوري الإيطالي 3 مرات في الثمانينات اللي تألق مع روما. فرنسي يخطف التمرير يكسب كرة الونسو لكالينيتش. شوف استخلاص كرة، استخلاص بسرعة من جانب لاعبي فريق روما. هذا الشيء كان مفقود ايام رودي غارسيا. تصل الكرة عند شعراوي يتبعل ستيفان شعراوي للوراء. ناينجولان يرجع كرة للوراء عند روديجير للحارس تشيزني ينقل كرة طويلة أمامية. ديني مع الكرة لستيفان شعراوي. فيها الثالث شعراوي يمر ينطلق الآن. ستيفان عرضية الثالث ستيفان شعراوي يلعب كرة عرضية وبيروتي يسجل الأرجنتيني. هدف ثالث الروما في طريق مفتوح ليسجل انتصار كبير على فيولا. ستيفان شعراوي انطلق السهم مر من مدافع فيولا وما كانش اناني. لعب كرة على المضمون. بيروتي يحرز الهدف الثالث ويؤكد المعاناة كبيرة لفريق فيورنتينا على مستوى الدفاع امام الشعراوي. تأنى ومرر بيروتي في المرمى. انهيار كبير لدى فيولا في هذا اللقاء. والروما يستعرض العضلات. يتفنن روما يحاول ان يستنسخ مباراتها الاخيره في الاولمبيكو امام اسلوب باليرمو لما انتصر 5-0. ثلاثيه مديعه، ثلاثيه رائعه لبولوتا. تحت تيو مع لوكا ديني. تيو ينطلق سقوط تيو. الحكم ماذا يعلن؟ ماذا يقول حكم اللقاء؟ بإشارة من الحكم الموجود خلف المرمى قريب من اللقطة وركلة جزاء. دومينيكو تشيلي. ماذا يقول لك ماركو جويدا في حديث مع جويدا. إيراتي ركلة جزاء. ماذا يعلن حكم اللقاء؟ هل هي الركلة؟ أكثر فريق سجل من ديسكيتو من ركلة جزاء في الدوري الإيطالي وفيورنتينا 7 أهداف. وفيورنتينا هو الفريق الوحيد اللي لم تهتز شباكه من علامة الجزاء. أمامنا تيو أمامنا. كان ذكي بصراحة الإسباني في السقوط، لكن غريب كويدا كان قريب من الأخطاء.
إذا كان حكم اللقاء زاوية الرؤية عامل بذكاء في السقوط ركله جزائي لتسيتش. هل يسجل ثامن أهداف لفيولا من علامة الجزائي لتسيتش سلوفيني في مواجهة تشيزني. لتسيتش يسجل الهدف لفيولا. لفيولا يتمكن من تقليص الفارق. تمنى روما أن ينتهي الشوط الأول بثلاثية لا رد لها، ولكن هدف يسجل لفيورنتينا من علامة الجزاء. ركلة جزاء كان مشكوك فيها واحتسبت الركلة والفيولا يقلص الفارق. هدف يسجل فيورنتينا. هل هذا الهدف سيعطي للفريق دفع كبير من أجل العودة في الشوط الثاني؟ لهذا مرة أخرى والسقوط مثل وكسب ركلة وإلتسيت يسجل هدف. شوط أول ينتهي بنتيجة 3-1. سيطر فريق روما واستعرض العضلات، ولكن روما تمنى نهاية الشوط الأول ب3-7. تستقبل فيها الفيولا على انتصار في 6. كرة طويلة باتجاه صلاح، ينطلق صلاح من أجل رافع الرمى. صلاح يسجل، صلاح الخالد تحت الرشرة انطلاقا السام والسام يعرف الشباك. لمسة ممتازة، لمسة كافية. صلاح يسجل الدوبيات الثنائية اليوم والرباعية البديعة للروما. قلت هذا أن روما سيستغل مساحات وصلاح يستفيد من الفراغات. كرة طويلة ضربة الدفاع، انطلق صلاح وصلاح بلمسة الكرة في المرمى والكرة تعلن عن هدف الرابع. صلاح المعلم شباك لفيولا تتكلم عن رباعية للروما. الروما مع صلاح، الروما مع صلاح دائما هو مرتاح. روما يضرب بقوة ويتقدم بالأربعة. 4-1 نتيجة كبيرة. رباعيات أم كلثوم ورباعيات محمد صلاح. رباعيات الروما اليوم.